السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهارده هنعمل حاجة حلوة جميلة جدا هتعجبكم قوي، انا بحبها جدا. والمرة دي عملتها ولقيت نتيجتها جميلة وهايلة جدا جدا، فقلت لازم اوريها لكم عشان تعرفوا الطريقة. ممكن كمان تعتمدوها من حلويات رمضان. طبعا كلنا عارفين ان الجلاش والكنافة والبسبوسة من اساسيات حلويات رمضان، فانت ممكن بقى ايه تعتمديها في المنيو بتاعك لحلويات رمضان. يلا بقى ندخل الفيديو نشوف احنا عملنا الجلاش بالبسبوسة ازاي. بس قبل ما ندخل الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الخلق وشفيع يوم الدين. حبيبي يا رسول الله. بصوا تحفة، جميل جدا وخفيف جدا جدا. بصوا حبايب قلبي، دي بسبوسة انا كنت عاملاها وفاض دوت، فقلت منه تغيير ومنه اعمل حاجة جديدة، وكمان عشان الاولاد ما يزهقوش فقلت هعمل لهم جلاش بالبسبوسة. عايزة اقول لكم كانت النتيجة هايلة جدا وكان جميل جدا جدا. بصوا انا معايا هنا لفة جلاش نص كيلو، ومعايا كمان كوباية سمنة بالشكل ده. دي سمنة خليط، سمنة نباتي على سمنة بلدي. سيحتهم الاتنين مع بعض وحطيتهم في البولة دي. هبدأ دلوقتي بقى هلف الجلاش بتاعي. هاخد كده ورقتين ورقتين، انت لو عايزة تخليها ورقة واحدة براحتك. هنعمل كده ورقتين ورقتين. هجيب الفرشة بتاعتي وهدهن كده ورقة الجلاش بتاعتي بالسمنة. هبدأ كده ادهن الجلاش بتاعي. بصوا بالشكل ده كده. عايزة اقولك كان خفيف جدا وتحفة، جربيه هيعجبك ان شاء الله. هبدأ ادهن كده ورقة الجلاش بتاعتي، وهجيب بقى البسبوسة وهحطها كده هقطعها كده. كل قطعة بسبوسة هتقطعيها 2 أو 3 اللي يريحك على حسب لفة الجلاش، بتحبيها رفيعة ولا عريضة. دي حاجة ترجع لك انتي. انا هنا بعد ما قطعتها تقطيعة عريضة قلت اقطعها رفيعة، بس رجعت تاني في بقية اللفة فعملتها عريضة علشان تبقى محشية كده بسبوسة وتبقى مليانة كده بالبسبوسة وتبقى حلوة. بصوا اهي. هبدأ الفها كده رول عادي خالص كأننا بنلف الجلاش المحشي اللي احنا بنعمله ومحشي مكسرات اهو. هلفها كده، ولو جيتي في الاخر ولقيتيها مهوية شوية او مش ملفوفة للاخر، لفيها انت على ايدك تاني علشان خاطر ما تفكش منك لما تدخل الفرن. قطعي التقطيع اللي تعجبك، عايزاها تقطعيها كبيرة وسط صغيرة، اللي يريحك اعمليه، اللي انت بتفضليه واللي ولادك بيحبوه اعمليه. بصوا انا لقيتها مهوية كده اللفة بتاعتي، فبتقل عليها تاني واجمد عليها. هتبقى بالشكل ده كده. هرصه بقى في الصينية بتاعتي. هجيب صينية كده وهدهنها سمنة. هدهن الصينية كده سمنة وهرص فيها بقيت ايه كمية الجلاش بالشكل ده كده. رصي بقى الجلاش بتاعك بالشكل ده كده. طريقة البسبوسة على فكرة كنت عاملاها على القناة، ممكن تدخلي وتعملي سيرش كده وهتلاقي طريقة البسبوسة. اعملي صينية بسبوسة، خدي نصها لفي بقى الجلاش وصينية وبقية الصينية كلوها، فهتبقى منك عملتي وصفتين، واستغليتي من صينية بسبوسة عملتي منها جلاش، وكمان كلتوا بسبوسة يبقى عملتي صنفين حلويات شرقي. انا هلف الرول دوت وبعد كده اكمل بقية الكمية معايا، بقيت لفة الجلاش هلفها بقى كده مع نفسي علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. يلا بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو قوليلي انتي متابعاني منين. لو عجبك الفيديو اضغطيلي لايك. خلاص انا كده خلصت كمية الجلاش، بس البسبوسة بتاعتي خلصت، فجيت على الكام حبة دول كام صباع دول لفيتهم بمكسرات. كان عندي شوية فول سوداني وشوية جوز هند،
رحت مقلباهم على بعض ورحت حشيت بيهم الجلاش، بس انا فضلت احطهم كده لما يستووا ويطلعوا من الفرن هقطعهم على طول بالسكينه. فدخلت الوقت الفرن على درجه حراره 180، انا طبعا مشغله الفرن، وهسيبهم لما يدوني اللون الجميل التحفه ده. هنزل عليهم بشربات تقيل، الشربات بتاعه عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. أول ما يبدأوا يغلوا هعصر عليهم نص عصرة ليمون، وبعد كده في الآخر خالص بعد ما أطفي هنزل عليهم بكيس فانيليا. هو ده الشربات، ممكن تعتمديه للكنافة وللجلاش وللزلابية وبلح الشام، كل الحاجات اللي بتحب الشربات التقيل. إنما البسبوسة الشربات بتاعها بيكون خفيف. هنا الشربات بارد والجلاش سخن. عايزة اقول لكم كان جميل جدا جدا وهش في منتهى الجمال. انا كده خلاص سقيت الجلاش بتاعي بكمية الشربات اللي هو محتاجها. هسيبه يستهدى شوية وبعدين هقطع الصوابع دي. قطعتها هنا بالشكل ده كده خلاص، وبقى بالشكل التحفة الجميل ده. عايزة اقول لكم كان هش جدا وكان جميل وخفيف جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة بتاعتي النهاردة، هتعجبكم ان شاء الله. هبدأ بقى دلوقتي انقله في طبق التقديم. هعمل طبق اللي بالبسبوسة وطبق اللي بالمكسرات، وهندوق الاتنين ونشوف. اول حاجة هندوق اللي بالمكسرات، خفيف جدا وتحفة جميل قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوه. نشوف بقى اللي بالبسبوسة. عايزة اقول لكم كان في منتهى الجمال، خفيف جدا مع انه محشي بسبوسة لكن تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه. عايزة اقول لكم كان طعمه في منتهى الروعة والجمال، وخلص على طول، ما باتش حتى. فاض كام واحدة كده ملك بنتي خدتهم وهي رايحة المدرسة. اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبتكم وصفتي النهاردة قولولي الفيديو بتاعي وصل لحد فين، وتابعيني وانتي بتتابعيني من اني بلد. حبايب قلبي، انا بقدم لكم الوصفات دي والله زي ما انا بعملها ببيتي بالظبط. يا ريت تقدروا تعبي ومجهودي لان الفيديوهات دي بتاخد مني وقت كبير، ويا ريت تدعموني باللايك. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو، صدقوني بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. يا ريت وانتي بتتفرجي كده على الفيديو اضغطي لايك يا ستي، ودوسي ديسلايك لو انتي مش عاجبك الفيديو، دوسي ديسلايك. المهم تعرفيني ان الفيديو يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، احنا بنتعب كتير جدا في التصوير صدقوني. يلا بقى لو عجبك الفيديو اضغطي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي ما اشتركش في القناه واول مره يشوف قناتي يشترك. عايزه اقول لكم انا داخله خارجه عليه طعمه في منتهى الجمال والروعه. انا حسيت ان انا النهارده اتغديت جلاش بالبسبوسه، حتى لما جيت وقت الغدا كنت حاسه ان انا شبعانه لان كنت داخله خارجه اكل منه، من جماله ومن خفته وسهولته، وكان طعمه في منتهى الجمال.